تعالوا النهارده نعمل حواوشي بطريقة جميلة جدًا، سهلة، موفّرة، إن شاء الله هتعجبكم. مبدئيًا هنحتاج كيلو لحمة، كيلو اللحمة بيحتاج بالضبط نُص كيلو بصل وطماطميتين وفلفلايتين، المهم يكونوا حراقين عشان أنا باحب الحواوشي حراق. نضيف عليها ملح وفلفل ومعلقة شطة، ملح وكمون وكزبرة. طبعًا لو عندِك بهارات حواوشي ممكن تحطي، بس أنا ما عنديش. وباحط عليها معلقة سمنة بلدي، والتتبيلة دي يا جماعة جميلة جدًا. كده أبتدي أجيب العيش بتاعي وأقطعه وأعمل حواوشي كورة، كورة كده، وابتدي أضيف الحواوشي وأحطه في العيش. أنا مستخدمة العيش البلدي لأن أنا باحب العيش البلدي، لو عايزة تستخدمي العيش اللي هُم بيسموه سياحي ده تقدري تستخدميه. الكيلو عمل لي حوالي 16 رغيف، وبعدين باجيب معلقة سمنة بلدي على معلقتين زيت. وأنا النهارده هاسوي الحواوشي بطريقتين، أول طريقة اللي أنا هادخله في الفرن باجيب الصينية كبيرة وأدهن الخليط ده الزيت والسمنة في الصينية وأدخل الحواوشي على الفرن وأقلبه، والتاني باجيب الخليط ده وأحطه على طاسة وابتدي أقلب في الطاسة، بتاخد 10 دقايق وبالهنا والشفا.